السلام عليكم ومرحبا بكم في قادات، البودكاست اللي كنستقبلوا فيه نساء مغربيات مختلفات اللي كيشاركونا قصتهم وكيعاودوا لنا وراء الكواليس الأهداف اللي قدروا يحققوا باش تكون تجربتهم مصدر الأفكار جديدة لنا وإلهام قوي لتحقيق حتى حنا كل الطموحات ديالنا. إلا كنتو من المتابعات والمستمعين الوفيين لقادات، بلا شك غتكونوا لاحظتوا أنه داز وقت كتير ما بين آخر حلقة وهذه. هاد المدة الطويلة اللي وركنا فيها على بوز وحبسنا فيها الأنشطة قادات كانت ضرورية باش نجدوا فيها طاقتنا. هاد الغيبة اللي طولنا سمحت لنا أننا نأسسوا جمعية قادات، هكذا كيصبح عندنا وجود قانوني بالإضافة على وجودنا الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات الاستماع. اليوم يمكن لكم حتى نتوما تنخرطوا معنا وتلتحقوا بنا في قادات. فإلا كانت عندكم هذه الرغبة وكتسائلوا كيفاش تقدروا تعاونونا، ما تردوش تتصلوا بنا عبر انستغرام ولا عبر البريد الإلكتروني salam@qadat.com. احنا محتاجين المتطوعات والمتطوعين يلتحقوا بنا باش نزيدوا نطوروا هذه المبادرة. أما دابا خلونا نتعرفوا على الضيفة ديال اليوم. معكم أميمة، وفي هذه الحلقة غنتحاور مع أسماء الحاجي. أسماء من الشابات اللي ناشطات في العمل الجمعوي من أيامات الدراسة ديالها، الشيء اللي خلاها تكتسب مهارات قيادية قدرات توظفها من بعد في بزاف د المواقف. كيف ما غتكتشفوا، المحرك والدافع الرئيسي لأسماء كان دائما هو حبها للمغرب ورغبتها الكبيرة في التغيير. عودت لنا أسماء على تجربتها كرئيسة سابقة لمبادرة طريق بن زياد، اللي من بين أهدافها أنها تصالح الشباب المغاربة مع الشأن السياسي، كيفاش تحملات هذه المسؤولية، وحتى كيفاش قدرات من بعد هذه المبادرة تتجدد وتنخرط في مشاريع وحدين اخرين جداد، لغاية أنها طورت أخيرا معهد مغربي للقيادة اللي كيشكل استمرارية لاهتماماتها بفن وعلم القيادة. المهم بلا ما نطول عليكم نخليكم تكتشفوا هذا اللقاء. شكرا أسماء اللي قبلتي الدعوة ديال قادات. باقي ما تحت لنا الفرصة أننا نتلاقاو في غيلمون، ولكن فرحت بزاف أننا تلاقينا عبر واحد الجمعية، واحد المشروع زوين بزاف اللي الهدف ديالو هو أيضا إبراز نساء قويات اللي بسمو تاريخ المغرب. ودونك فرحانة أننا نديرو هذه الحلقة، ومن خلال هذاك اللقاء الأول تعرفت شوية عليك وشفت أنك منخرطة في بزاف ديال المشاريع وديال الجمعيات اللي الهدف ديالهم شخصيا كيهمني بزاف، واللي قريبة أيضا من الرسالة ديال قادات. ولكن قبل ما نبداو نهضروا بالضبط على هاد المبادرات وعلى هاد المشاريع اللي بديتي واللي كتكملي، أسماء ما كرهتش تسولنا انت كيفاش كتخدمي راسك، شكون هي أسماء الحاجي؟ شكرا لك أميمة، شكرا بزاف صراحة. أنا اللي متشرفة باش أنني نحضر معك اليوم، ويكون لي شرف أنني نحضر معك في البودكاست ديال قادات اللي أنا معجبة به بزاف. وصحيح كانت فرصة جميلة أننا تلاقينا بزوج في ذاك المشروع اللي غنخلقوا عليه شوية سسبانس باش الناس المستمعات والمستمعين تا هما نهار يخرج إن شاء الله يعطيوه الاهتمام اللي كيستاهل. ألوغ شكون هي أسماء؟ أسماء واحد الإنسانة شغوفة بالتغيير، شغوفة القرايه يعني بالمعنى ديالها ديال القرايه ديال شي حوايج ديال المعرفه، وبالمعنى ديالها في داكشي اللي كتقرينا الحياه. وشغوفه ايضا بالتاثير الايجابي. دونك هادو في بعض الكلمات. انا واحد البنيته بنت المحمديه صراحه، انا واحد المدينه تنفتخر بها بزاف، زعما عزيزه عليا. تنقولها فضاله. بون فضاله هي الاسم القديم ديال المحمديه، اللي مدينه تاريخيه وعريقه واللي كبرت فيها وتربيت فيها في واحد العائله اللي كانت بسيطه جدا. دونك كملت قرايتي في محمديه، ومن بعد نقدروا نهضروا على الباركور ديال القرايه بوحديت ولا بغيتي. دونك قريت فيها وخدمت فيها، خدمت ما بين في الاول محمديه وكذا، وتما فين بدا العمل الجمعوي ديالي اللي هو اللي كان عنده تاثير غنقول الاكبر على الشخصيه ديالي وعلى المسار ديال حياتي. وعاقله فوقاش بدا هاد الانخراط في العالم
في العمل الجمعوي والاجتماعي؟ واش قلتي لنا في وقت الدراسة ولا في وقت الخدمة؟ فوقاش دخلتي لهذا الميدان هذا؟ صراحه عقله مزيان، حيت انا مورا الباك ديالي انا كنت درت باك فيزيك شيمي، حيت هذاك الشيء هو اللي تيقولنا نديرو باش تكون عندك واحد الحظوظ انك تدخل لواحد المدارس اللي هي مزيانه. دونك ما عندكش حق انك تفكر شنو بغيتي بالضروره دير. دونك منين درت الباك ديالي ما جبتش واحد النقطه اللي كانت زعما كبيره بزاف، جبت 13 شي حاجه اللي ما كتدخلك لا لهنا لا لهنا. اي دونك درت الكليه ديال العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه في المحمديه، وقلت راه غادي ندير واحد العام ابيض بين ما وجدت العام اللي موراه مزيان لي كونكور، او لا تسنيت ان لي سو ديال المدارس الاخرى اللي كنت باغاهم يقبلوني بحال الكليه ديال الطب، ولا ديك الساعات سواء كتقول سواء الطب سواء الهندسه ولا شي كليه ولا شي مدرسه اخرى ديال المهندسين. دونك كانت هذه الفكره. ملي دخلت لافاك ديال المحمديه، العجيب في الامر هو كاين واحد الديكالاج كبير ما بين القرايه العاديه اللي كنقراو زعما في الليسي والقرايه السوبيريور. اول فرق كيكون في الوقت ديال القرايه، وكتكون في المسؤوليه ايضا اللي عندك انت تجاه هذيك القرايه ديالك، يعني حتى حنا كيقول لك دخل ولا خرج. اي دونك هذاك الوقت الفراغ خلاني انني بغيت ندير شي حاجه، حيت ما كانش يمكن ليا نستحمل بهذه الكلمه هذاك الباركور بحال هكذا. ما كنتش كان خاصني ضروري ندير شي حاجه اخرى. دونك بقيت كنقلب من هنا من لهيه، لقيت واحد الجمعيه في محمديه كان سميتها الجمعيه المغربيه للرواد، لاسوسياسيون ماروكان دي جون ليدر، الرواد الشباب. وديك الساعه ما كنتش كنفهم شنو هو السميه ما كنتش كنعرف شنو كتعني رائد. يعني من الاول تحت هذه الفرصه يعني صدفه باسكو هي الجمعيه بدا زعما ما كانتش خدامه على الرياده، ولكن كانت خدامه، كانت جمعيه كدير بزاف ديال الانشطه في محمديه مع واحد يعني الطبقات اللي كتكون مهمشه. كنا كنديروا انشطه في دور العجزه، في دور ديال الاطفال المتخلى عنهم. كنا كنديروا دي كارافان دو دون دو سون، تنقريو تنعطيو السوايع للوليدات اللي ما عندهمش الامكانيات باش انهم يخدموا الدعم المدرسي ديالهم الى اخره. دونك هكا بدات المغامره تماما. ولقيت راسي زعما فريمون عجبني الحال بزاف، جيتي ايبانويش، كان عاجبني الحال بزاف داكشي اللي تندير. اي دو فيل اون ايغوي بشويه بشويه. وداكشي اللي كنت كندير كان كني انه نقرا مزيان، حيت كنت كنقرا كنت ندير العمل الجمعوي، وكنت كنخدم خدمت على ليبوك في ان سونط دابيل. زعما ما خليت ما درت حيت كان الوقت بزاف، وكان كيسحب لي بان راني معطله بزاف على القرايه. دونك كنت كنقرا بالدوبل وبالتريبل. ودونك فاليديت لي موديول ديالي. منين فاليديت العام الاول قلت بون ما عنديش علاش نضيع هذا العام. دونك فاليديت العام الاول، فاليديت العام الثاني، وبوتي تا بوتي لقيت راسي راه انا شغوفه بداك الشيء، بالايكونومي، بلا جيستيون، بلي ريسورس هيومان الى اخره. دونك كملت لو باركور ديالي في لافاك. حوايج اللي ما قريتيهمش بالضروره في الليسي اكتشفتيهم في لافاك، واللي تشوقتي ليهم من بعد. قلتي واحد القضيه ديال كان كيسحاب لك راكي معطله، ومن بعد اكتشفتي انه قدرتي تواكبي ما بين الدراسه والعمل والانخراط في الجمعيات. علاش كان كيسحاب لك راسك معطله؟ واش كانوا عندك ربما رغبات كثر؟ واش ما قارنتيش راسك مع الناس اللي كانوا كيقراو معاك، وشفتي ما شفتيش بانه ربما هذاك الانخراط ديالك كان فريد من نوعه، وانه كل شيء في ذاك السن ما كانش عنده ربما في نفس النضج ونفس الرغبه في التاثير وفي الانخراط في اعمال جمعويه واجتماعيه بحال اللي كنتي كديري؟ هو فاش شفت راسي معطله من جوج ناحيات. شفت راسي معطله لانه كان كيسحب لي بان هذاك الشيء العمل اللي كندير ما عنده حتى علاقه بالقرايه، الوغ هو كيخليك تكتسب واحد المهارات اللي انت غير ما عارفش السميات ديالهم. مهارات في تنظيم الوقت، في انك تتعلم دغيا من واحد لي زيكسبيريونس، مهارات في التحليل، مهارات في الكريتيكال ثينكين. يعني كديفلوبي بزاف ديال المهارات بلا ما تحس بهم. هذه اول حاجه. وما كنتش عارفه، ما كانش عندي ان ليان زعما كيفاش هادشي غيعاوني في هادشي الاخر. والحاجه الثانيه هو انه بالنسبه لي انا ما كندخلش في كاع لي تيدي، ما كنحضرش في كاع لي كور. دونك راني معطله بزاف على الناس الاخرين. دونك الوقت اللي كنت كنعطي للقرايه ديالي كان كاليتاتيف، يعني كنقرا، ولكن كنقرا وانا كونسونطري، وماشي بحال كندخل غنضيع الوقت في لونفي مع الناس الى اخره، وانا ما راسي هنا ما راسي لهيه، زعما ما مكونسونطرياش مزيان. دونك كنت كندير دوبل ايفور. اي جو بونس كو لحسن الحظ
العمل في الاخر كيعطي مادام كتكون انت زعما النيه ديالك حسنه في واحد الحاجه وعاطي فيها من نيتك الى اخره، واحد الوقيته راه هذاك الشيء كينفع. دونك خديت لا ليسانس ديالي، موراها دفعت الكونكور دو ماستر في لا ميم فاك ديال جبت الكونكور ديال الماستر ودرت الماستر اون ريسورس هيومان، وموراها كملت الدكتوراه ديالي وخدمت في شركات كبيره مغربيه. وكان مسار جميل 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 جدا، ولكن كان دائما مواكب بهذاك العمل الجمعوي اللي كنت كندير اون باراليل. زعما كنظن بانه حاجه اللي عاونتني بزاف بزاف، سورتو بما انه مورا هذاك القصه الاولانيه ديال الجمعيه الاولى ديال المحمديه، دخلت الجمعيه اخرى اللي كان عندها صدى كبير بزاف على ليبوك اللي كان سميتها ليور دي سبور باسيس امل، وكان عندها فروع في المغرب كامل، وكرينا الفرع ديال المحمديه. وموراها تعرفت على اللي بالنسبه لي انا اكثر من جمعيه، على الدار اللي بدلات حياتي، اللي هي طريق بن زياد. دونك جمعيه طريق بن زياد اللي كبرت فيها من 2015 حتى 2020، حتى افون الكوفيد، واللي كان لي الشرف انني ترأستها في 2018. يعني هذه الجمعيه اللي ربما الناس كثار كيعرفوها تحت الاسم ديال تيزي تماما. دونك انخرطتي فيها هذيك الساعه، كنتي باقا في المحمديه ولا كنتي بدلتي المدينه؟ لا، كنت باقا في محمديه، ومن بعد هادشي كان في 2015. من بعد المسار ديالي كان سالا في محمديه، ومشيت لمراكش على قبل الدكتوراه ديالي والخدمه جديده في مراكش، وحلينا اون اونتين فرع ديال تيزي في مراكش. وفي 2018 كان واحد التشالنج كبير اللي هو التشالنج ديال الرئاسه ديال تيزي. الوغ تيزي واحد لاسوسياسيون اللي عريقه، اللي بدات بواحد القصه جميله جدا في 2011، واللي كانت عندها رغبه في التغيير، ولكن واحد التغيير اللي غيكون منظم سلمي. كانت خرجت في زعما تكريات منين كان على ليبوك لو موفمون ديال لو 20 فيفري، وكان عندها زعما لا فيزيون ديالها، الرؤيه ديال تيزي كانت انها توعي الشباب بالمشاركه السياسيه، وتوعيهم وتمرنهم وتوعيهم على المبدا ديال الرياده اللي هو الليدرشيب. ولا جمعتي ما بين هاد جوج المكونات غادي تكون واحد الشاب، واحد المواطن اللي غادي يدير واحد التغيير ايجابي في المحيط ديالو، في الانفيرونمون ديالو. دونك كنا كنخدموا بزاف على لي زاتوليي ديال دو فورماسيون ديال ليدرشيب مع سي محمد علامي براده، وكنا كنخدموا على برامج ديال التوعيه السياسيه عند الفئات الشابه. في 2018 تيزي عاشت واحد التغيير، وكان تشالنج انه كانت الرئاسه خاص شي واحد اخر يدوز للرئاسه ديال تيزي. انا صراحه ما كان عندي حتى حاجه من الحظوظ انني نكون رئيسه ديال تيزي، وزعما قلت زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين كما كنقولوا. دونك والحاجه الوحيده اللي كنت عارفه هي انني كنت فريمون زعما النيه ديالي خالصه، انا باغا جو فولي سيرفير كما كنقولوا، كنت باغا نكون نحط هذاك الشيء اللي كنعرف لهذاك الجمعيه. دونك خديت كانت تجربه زوينه جميله جدا رائعه ديال تنظيم الانتخابات ديال تيزي، تنظيم الحمله الانتخابيه ديال تيزي. وكانت تكللت بالنجاح الحمد لله، وكانت تجربه عظيمه ديال سنه ونصف تقريبا، اللي درنا فيها بزاف ديال المشاريع، واللي سالات جوست افون لو كوفيد، قبل ما يبدا لا بانديمي. نرجعوا اسماء شويه لهذاك الاحساس اللي قلتي قبل تنظيم انتخابات وقبل ما تقدمي لهذا المنصب ديال رئاسه الجمعيه. علاش كنتي كتظني انه ما كانش عندك حظوظ، وشنو اللي كتظني خلاك انك تنجحي وتوفقي في هاد الانتخابات ومن بعد في هذه المهمه ديال رئاسه جمعيه تيزي؟ اولا ماشي انا اللي كنت كنقول ما عنديش حظوظ، الناس اللي كانوا كيقولوا لي في وجهي زعما ما عندك حتى حظوظ. وصراحه انا كنت متفقه معاهم. علاش؟ لانه تيزي واحد لاسوسياسيون اللي زعما اون توكا الناس اللي دازوا فيها كانوا عندهم باك جراوند، خلفيه سياسيه كبيره بزاف، وعندهم يعني واحد الثقافه سياسيه. انا ما كنتش كنعرف بزاف على السياسه في المغرب. هذه اول حاجه. اللاج اللي كان يعني الفئه العمريه ديال الرؤساء اللي دازوا في تيزي كانت طالعه بزاف،
ولو فات انني كنت في مراكش، لانه منين دخلت من هذا دخلت الترشح الانتخابات كنت مازال انستالي في مراكش ديك الساعات، دونك البعد كان هو واحد العامل. اول حاجه جو اللي خلاتني ننجح انني كنت عارفه علاش بغيت ندير داكشي، زعما جيتي انيمي، سيتي با باش ما كنتش باغا ندخل نترشح لك المنصب حيت باغا المنصب ولا حيت باغا ما كانش عندي شي رغبه اخرى اكثر من الرغبه انني نشارك في النمو ديال واحد الجمعيه اللي انا هي غيراتني، دونك كنت باغا نعطيها، كنت باغا نرد الجميل كما كنقولوا، وكنت مآمنه بانني عندي ما نعطي. دونك هادو هما جوج الحوايج جو اللي كانوا ان توكا المشروع يتكلل بالنجاح. وثالثا حتى الاشخاص اللي كانوا دايرين بيا، الناس اللي كانوا في ليكيب اللي عاونوا، حيت كاين الاشخاص اللي كيامنوا، كاين الاشخاص اللي ما كيامنوش. دونك الاشخاص اللي كانوا كيامنوا بيا حتى هما كانوا مامنين بالمشروع ككل، ماشي غير بالانسانه اللي غادي ترشح، ولكن كانوا مامنين بالمشروع، وكانوا مامنين بداك الرغبه في لو ديفلوبمون، يعني في التنميه ديال لاسوسياسيون ديال الجمعيه اللي انا كنت بغيت. دونك هادو جو بونس هما ثلاثه الحوايج اللي ساهموا في نجاح المشروع. ربما اسماء فاش كنهضروا على العمل الجمعوي، وخصوصا فاش كيكون عنده علاقه ايضا مع التغيير وعنده علاقه ايضا بالميدان السياسي، هذا العمل كياخذ وقت وكياخذ طاقه كبيره، والتغيير ربما كيكون قليل ولا كياخذ وقت بزاف قبل ما نشوفوا الثمار ديالو. شيء اللي بسيكولوجيا ما كيقدرش دائما يكون سهل. كل واحد كيفاش كيتقبل هذا الشيء وكيفاش كيتعامل معاه. شنو كانت في تجربتك انت الحوايج اللي تحداتك اللي كانت صعيبه في هذه التجربه؟ هو صراحه هادشي اللي كتقولي يا اميمه مهم بزاف وصحيح 100%. التحديات صراحه كانوا بزاف منهم. الفات انه كان واحد تشالنج ان الجمعيه ديك الساعات كان خاصها تبقى زعما النظره ديالها عند الناس تكون كما هي وكثر وحسن. كان لو تشالنج انه بارابور كما قلت لك البعد الجغرافي وكيفاش تقدر تموبيليزي واحد لي زيكيب، واحد الفرق اللي غادي تخدم واخا انت بعيد جغرافيا. وهذا كان واحد يعني ان انفستيسمون، كان واحد الاستثمار وواحد العهد اللي انا كنت خديته على راسي، واخا كان يقدر يكون ديك الساعات وكان صراحه كان في او ديتريمون على زعما لا في بيرسونيل، ولكن زعما جو لي اسومي، يعني وفيت بداكشي اللي انا انكاجيت عليه. دونك هذه حاجه مهمه ان نكونوا واضحين مع راسنا شنو كتكلف مني واحد الحاجه، وبيان ايفيدامون هذاك التكليف ولا هذاك المسؤوليه راه كتكون في واحد الوقت محدد. يعني انا من هذا الوقت لهذا الوقت راه عندي واحد المسؤوليه وتكون هي البرايوريتي ديالي، هي الاولويه ديالي، وما يمكنش يكون عندك 90,000 اولويه في مره واحده. دونك واخا كانت داكشي داز كاولويه فوق من شي حوايج اخرين كانوا هما مهمين، ولكن انا حتى لاخر لحظه يعني تشبت بديك المسؤوليه ديالي. خاص الحاجه اللي خصنا نقولوها هو ان هاد الخيارات راه ما تيكونوش ساهلين، يعني بعض المرات راه يكوت شيخ. دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه جو بونس هادشي اللي قلتي اميمه واللي بالنسبه لي مهم بزاف هو انه افيكتيفمون كنبغيو نديروا التغيير ومن غير ما كنهضرش على التغيير في تيزي ولا لو ديفلوبمون ديال الجمعيه بالضروره، لانه هذه حاجه كانت بالنسبه لي كانوا بزاف ديال النيات حسنه وكانوا بزاف ديال المجهودات ديال الناس. دونك دار داكشي بواحد الطريقه سلسه وزوينه وكان ان ابرونتيساج جميل لنا جدا. ولكن في لامباكت ديالنا يعني في التغيير اللي كنا بغينا على المحيط ديالنا تما فين كانت كتكون لا فرستراسيون شويه، لان الامور كانت كتكون كدوز ببطء شديد. وفي تيزي ما عندناش الوقت بزاف. تيزي كل رئيس ولا رئيسه عندها مده ديال عام ماكسيموم عام ونص. هنا كاينه واحد القضيه مهمه بزاف، هو اننا نكونوا ملي كنخدموا على شي حاجه نفكروا بانه راه ما كنديروهاش لينا حنا، وما كاين ماشي بالضروره المجهودات ديالنا غيبان الريزولطا ديالهم او النتيجه ديالهم في المدى القريب. هذاك الشيء يقدر يبان في المدى المتوسط ولا المدى البعيد، ولا بعض المرات حتى كتكون ساليتي داك الرحله ديالك وعاد كيجي يقول لك شي واحد راه انا استفدت من هذا البرنامج، انا تلاقيت بكم، انا بالفضل ديالكم دخلت لهاد الشبيبه ولا هاد الشبيبه.
انا كنت متبع داكشي اللي كنتو كديروا الى اخره. دونك ما كيكونوش عندك واحد الاليات انك تميزوري داك لامباكت ديك الساعات، ولكن خاصك تكون كتامن بانه راه كاين، ولكن ما تكونش في واحد لا ديمارش او في واحد التوجه اللي غادي يكون شويه نرجسي ديال انا بغيت نخدم هذا الشيء ولكن بغيتو يبان لي انا دابا. وهذا الشيء كيخليك الحاجه اللي مهمه بزاف انك تكون ماشي اورينتد، يعني ما تكونش متوجه تجاه الاوبجيكتيفز يعني الاهداف اكزاكت. المهم هو انك تكون حطيتي واحد المنظومه، واحد لو سيستيم اللي انت دو توت لي فاصون ملي كيتحط داك لو سيستيم مزيان. يعني كنهضر على سيستيم سي ان سيستيم دو فالور، هو واحد المنظومه ديال القيم، هو واحد المنظومه ديال برينسيبالمون ديال القيم، ومنظومه ديال كيفاش ديال حنا كيفاش بغينا نوصلوا لهذا التغيير. اي باغ ديفو ملي كتكون انت مربوط بالنظام ولا بالمنظومه ولا السيستم ديالك، تحقيق الاهداف كيجي طبيعيا. بالحق الا حطيتي واحد الاهداف اللي انت اصلا ما عندكش يعني القابليه انك تعرفها واش اهداف كما كنقولوا رياليست ولا لا، واش غتقدر توصل ليها ولا لا، كتبقى في اون فرستراسيون. او لا كيكون داكشي كور تيرميس، يعني كتحط الهدف وصلتي ليه صافي الله يعاون الله يعاون. الوغ كو ملي كتحط المنظومه ديال القيم، المنظومه ديال كيفاش حنا بغينا نوصلوا داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه، كتبقى تحقيق الاهداف كيولي مساله وقت. مزيان هاد القضيه اللي هضرتي عليها ديال كيفاش تكون مستقم مع القيم ديالك، وانه كاع الخدمه اللي كدير في الاخر كتكون مرتبطه بكيفاش انت كتخلق واحد المنظومه حولك وحول شنو كتحاول تحقق في الحياه ديالك. ولكن ربما هادشي كنوعاو به وكنفكروا فيه من بعد. ما عرفتش واش انت فكرتي قبل سالتي طرحتي سؤال على راسك قبل ما نخرطي في تيزي ولا في جمعيه اخرى شنو هي القيم ديالي، واش هذا العمل اللي غنخرط فيه غادي يساعدني انني نجاوب على هاد القيم ديالي ولا لا. كيفاش قدرتي تحققي هاد التوافق وتعرفي شنو هما القيم ديالك؟ الوغ شكرا بزاف اميمه على السؤال لانه سؤال جميل وعميق جدا. انا المساله ديال القيم كانت مهمه ليا بزاف، ولكن ما كنتش بالضروره كنسميها، ما كنتش عارفه راسي انني ديك الساعات اللي كنت كنسول على القيم. ولكن شي حاجه كتحس اكثر من انها كتوقف عليها، زعما راه كتحس بها. فوالا اكزاكتومون، هو احساس قبل من انه يكون تفكير. جو بونس كو ديك الساعات القيم اللي خلاوني انيني مزيان مع داك الاختيار وداك المرحله ديال تيزي اللي كانت جميله جدا، هو انه كانت القيمه ديال الجيف باك، يعني انه رد الجميل، يعني شي حاجه اللي عطاتك خاصك ضروري تعطيها. وكانت قيمه ديال الوطنيه لانه كنت باغا ندير شي حاجه وكنت كنحس براسي قبل في الجمعيات اللي كنت دزت فيهم كنت كنحس بالعمل مزيان، ولكن ديما كانت كضرني ديك المساله ديال انه فيما كنديروا شي حاجه، مثلا جينا لواحد درنا واحد لا كارافان ميديكال ولا هومانيتير ولا مشيناش درنا واحد الزياره لشي دار ديال الاطفال الى اخره في شي بلاصه، اليوم غدو سيمانه ولا شهر ولا شهرين غادي نلقاو راسنا عاوتاني محتاجين هذوك الاشخاص ودوك نفس الطريقه. يعني ما كانش واحد الاثر اللي كان مستدام سستينبل. كان عندنا واحد ليفي بومبيست، يعني كتطفي العافيه اليوم وغدا غتعاود تشعل. في سيزي كان لو فيت انه كتساهم شي حاجه اللي تقدر تكون بعيده النظر، يعني كتساهم في التوعيه، كتساهم في ان الشباب يوعى باش انه خصو يمشي يصوت، يوعى باش انه يمشي يدير واحد يتعرف اكثر على الاحزاب، يعرف شنو هو برنامج حزبي، نهار يبغي يصوت يقرا البرنامج الحزبي، نهار يصوت وينجح هذاك الانسان يمشي يشوف علاش واش هذاك البرنامج طبق لا يفهم المنظومه كيفاش دايره، حيت هذوك الناس اللي حنا غادي نصوتوا عليهم هما اللي كيديروا القرارات، هما اللي كيصنعوا القرارات ديالنا، هما اللي كيصنعوا القوانين، هما اللي كيتحكموا واللي كيعطيو مقترحات في ما يخص يعني البودجي اللي كتاخذوا كل وزاره. ومنهم الوزارات اللي مهمين بزاف اللي هما زعما المواطنين اللي هما التعليم والصحه الى اخره، اللي كيقيسوا المواطن بطريقه مباشره الى اخره. دونك بالنسبه لي كنت كنساهم، لان الوطنيه كانت شي حاجه مهمه، لانه راه دابا كنساهموا في شي حاجه كبيره بعيده المدى. دونك كنت كنحس بواحد لالينيومون بارفي، يعني ملي غناخذ واحد القرار انني عارفه راسي هذا الويكاند راه غادي نهبط لكازا
راه غنديرو انا مرتاحه جدا لانه كاين واحد التوافق ما بين القيم اللي انا كنحس بها والعمل اللي انا كندير به. واش بونس هذه كانت حاجه زوينه اللي كتجمعنا واللي كتخلي العمل سلس جدا، واللي كتخليك اصلا يكون التوافق حتى الاهداف كيتحققوا بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف. كاين واحد المثل زوين، سمعت واحد البودكاست مؤخرا ديال بروني براون اللي انا زعما واحد الاوتر اللي كتعجبني بزاف، عندها واحد البودكاست نديرو شويه الاشهار سميتو دير تو ليد، واستقبلت واحد الضيف وعطاها واحد لا سيتاسيون زوينه نقولها بالانجلي ونحاولوا نترجموها بجوج اميمه، اللي هي you don't raise to the level of your goals, you fall to the level of your system. الانسان ما تيطلعش، راه ملي كتحقق شي حاجه نجاح راك ماشي طلعتي للنجاح ديال في النيفو ولا في المستوى ديال الهدف اللي انت حطيتي، لا راك انت هذاك الشيء كان واحد لو ريزولطا، واحد النتيجه ديال المستوى ديال السيستم ديال المنظومه اللي انت حطيتي. يعني الا حطيتي منظومه زوينه واقفه عندها قيم زوينه، عندها واحد لا مانيير دو فير مزيانه، راك غتوصل لنتيجه مزيانه. الا حطيتي منظومه هشيشه راك ما غتوصلش لواحد النتيجه اللي غادي توصل نتيجه هشيشه كما تنقولوا. يعني انت والركيزه اللي كتحط وشنو غادي تبني عليها. اكزاكتومون. غنخرجوا من العمق والاسئله اللي واخا كتبان شويه فلسفيه ولكن مهم اننا نوعاو بها. سؤال اخر خطر لي في بالي اسماء، كنظن من تجربتك مهم اننا نعرفوا كيفاش الاشياء كتدوز في التيغان، يعني على في العمل الجمعوي ولكن على ارضيه الواقع. ربما بعض المرات كنسمعوا كثير انه كاين احزاب اللي كتحاول تقرب بجمعيات انها تخلق معهم واحد الصله. كيفاش قدرتوا نتوما في تيزي تحافظوا على واحد الحياديه، واش هذا الشيء ديما سهل؟ الوغ في تيزي الحاجه السهله اللي كانت هو ان في تيزي الحياديه ماشي خيار، في تيزي الحياديه كانت اون اوبليغاسيون. يعني واحد الحاجه اللي هي واحد الفلسفه اساسيه ديال لاسوسياسيون اللي كانت صراحه خلق زعما اللي خلقه واحد المشكل، هو انه ملي كتكون حيادي كيكونوا الموارد ديالك هما محدوده وحياديه اكزاكتومون. دونك خاصك تكون تري اوتونوم. دونك المشكل كان في الاوتونومي اكثر من اللي كان في الحياديه، لان الحياديه كانت كتفرض علينا الاوتونومي، والاوتونومي هي شويه صعيب التحقيق ديالها في الميدان الجمعوي. مادام هي كانت ما كانش خيار، كانت يعني هي واحد الركيزه اساسيه في الجمعيه. التطبيق ديالها كان سهل لان حتى لا ريبوتاسيون ديال تيزي، حتى زعما السمعه ديال تيزي واحد السمعه اللي لا ما يمكنش يجي يشكك شي واحد فيها انها مرتبطه بالحزب كذا ولا كذا. صحيح انه على حسب الرئاسه كتكون واحد الميولات بلا ما تحس بها، كتلقى راسك غتعرض على واحد مثلا ماشي حتى حزب، بغينا نقول لك غتهضر على مثلا غتعرض على تلقى عندك واحد التوجه سبونطاني بلا ما تحس بان داك البيرو غادي يستقبل واحد الاحزاب من واحد اليمين ولا اليمين ولا اليسار بلا ما يحس. ولكن كتبقى كلشي كانت عنده منصه. وهادشي الحاجه اللي كانت كتميزنا بزاف هو انه كنا كنقدروا نحطوا بزاف ديال الافراد من محيطات مختلفه ولكن في نفس الطبله. في 2019 كانت عندنا ليفينمون ديال تيزي ليدرشيب داي اللي هو واحد ليفينمون كبير بزاف، كان كيتكون فيه واحد لا سيليبراسيون ديال البروغرام ديال تيزي اووردز، وكان عندنا في نفس البانيل بن كيران في اليبوك و عمر بلافريش، واللي هما اشخاص اللي قليل فين تلقى شي منصه غادي تجمعهم. ولكن مادام كان الهدف واحد هو انهم يوصلوا صوتهم عن طريق واحد المنصه اللي معروفه بالحياديه ديالها وعندها واحد السمعه اللي مزيانه والناس كيتوقفوا فيها والشباب كيتوقفوا فيها، اي سورتو ما كايناش فيها لغه الخشب، يعني غيكونوا الحوارات بالدارجه، كلشي عنده اكسي لذاك الانترفونون اللي غيجي. دونك كان كلشي كيستجيب للدعوه ديالنا. وانتوما كافراد في الجمعيه واش كنتوا عندكم كما قلتي ميولات سياسيه مختلفه، ولا كتعتقدي انه التواصل بيناتكم وفي الافكار كنتم متقربين في الاختيارات ديالكم وفي الايديولوجيات انتر غيومي؟
لا بطبيعه الحال كانوا ايديولوجيات مختلفه جدا، وصراحه داكشي اللي كان كيخلي من التجربه انها تكون مميزه، لان في وسط من طبله وحده تلقى افكار مختلفه بزاف. ضيق حتى بالنسبه للناس اللي كملوا زعما ولا اللي مازال كاع اوسا دو تيزي، واللي كاينين بزاف منهم اللي انخرطوا في احزاب مختلفه. والتجربه كانت زعما كانت غنيه بهذا الاختلاف هذا ديال وجهات النظر. وهذا ما منعكمش انكم تخدموا انصامبل وانكم لا تماما، لا تماما، بالعكس هذاك الاختلاف هو اللي كان كيخلق واحد ليكيليبر، هو اللي كان كيخلق واحد التوازن. دونك بالعكس لا نهائيا زعما بتاتا. جو بونس الاختلاف كان واحد الميزه زوينه، اختلاف ديال التوجهات ديال الاعضاء كان واحد الحاجه اللي ميزاتنا واللي علمتنا بزاف، لانه ما كتكونش عندك غير وجهه النظر ديالك، كتكون عندك وجهه نظر حتى ديال الاخر. في هذه التجربه ديال تيزي اسماء تلاقيتي مع ناس مختلفين متعددين من مجالات مختلفه، وعشتي ايضا قصص وذكريات. واخا تعاودي لنا واش كاين شي ذكرى ولا شي لقاء اللي ربما اثر فيك وبقيتي عاقله عليه وتبغي تشاركينا؟ من التجارب صراحه كانت تجارب بزاف واثروا فيا، سورتو اللي زعما التجارب اللي اثروا فيا على الجانب الشخصي. غنذكر واحد جوج ديال التجارب. دونك كانوا عندنا التجربه الاولى هي واحد البروجي كانت سميتو لا كارافان دو جون سيتويان، قافله المواطن الصغير اللي درناها في ليديسيون الثانيه ديالها في اون زون رورال. دونك منين التجربه في المدن صراحه كانت سهله بسيطه. دونك كنا كنجيو كنقريو عندنا واحد الكوريكولوم ديال المواطنه وديال الرياده كنقريوه، ومن بعد هذوك الوليدات الصغار كيديروا بحال قلتي ان بليدويي بريبار، كيوجدوا واحد البيتش كيديروا ان بليدويي على شي حاجه اللي خاصاهم واللي كتقيسهم كشي حاجه اللي محتاجين ليها كمواطنين، واللي من المسؤوليه ديال الممثل السياسي الجماعه الى اخره انها تحققها اليوم. ودرناها في واحد المنطقه سميتها زرقطة، والنتيجه كانت هائله جدا. كان ان فيت اللي بهضني بزاف هو الوعي ديال هذوك الاطفال اللي في هذوك المناطق اللي ما كانش لاول مره كان عندهم اكسي الانوسي بحال هكذاك، يعني اون فورماسيون وواحد الطريقه باش انك تصايب لو بيتش ديالك، بانك تصايب الديسكور ديالك وداكشي اللي غادي تقول، كيفاش كاين واحد الوعي واحد النضج بالمطالب اللي هو هائل زعما رائع جدا. وهنا كان زعما النقطه الاساسيه اللي كانت عندي اللي تعلمتها هو انه لا كاين فرق ما بين لي مويان، يعني الحاجه لي ريسورس ولا لي مويان اللي غانا نعطيوهم لواحد الفئه، وكاين اللي غادي دير، وكاين الفرق ما بين لا كاليتي. زعما واحد الفئه اللي ما عندهاش لي مويان ما كتعنيش بانها راه ما عندهاش النضج وما عندهاش الوعي بواحد لا تيماتيك، يعني راه خاصها غير مساله ديال التمكين. يعني واخا كيكونوا الماديات محدوده فالفكر كيكون خلاق اكزاكتومون تماما. وملي كنهضروا على الماديات ما كنهضروش غير على الماديات زعما من ناحيه الفلوس، كنهضروا على الماديات من ناحيه غير التمكين، من ناحيه لي زوتي، يعني انك كيفاش توريه يدير واحد مرافعه بسيطه جدا، فوالا تعطيه تقدم ليه اليات ديال المرافعه. وفي بعض المرات يقدر يكون العكس، تقدر تقدم الاليات زعما يقدروا يكونوا الاليات ويكون كل شيء ويكون المحيط ويكون في مدرسه وسط من المدينه الى اخره، ولكن ما يكونش واحد النضج واحد الوعي. الوغ هذوك الفئات بالضبط كاين، انا كنظن بانه كاين واحد لو طرافاي اللي خاصو يدار، يعني كيدار ديجا، ولكن ملي كيكون عنده واحد لامباكت كبير ملي كتكون الفئه محرومه. وهذاك الحرمان من الاليات منين كيجي في الوقت ديالو وكيكون النضج تما كاين بالنسبه زعما في واحد لا تيماتيك معينه، راه كيكون لو ريزولطا غابيد، كيكون ديك الساعات سريع وكيكون جميل جدا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو كانوا عندنا اوسي دي زيفينمون سميتهم تيزي كوفي. في هذوك لي زيفينمون كنا كنتلاقاو بدون ذكر الاسماء بشخصيات سياسيه اللي كبيره بزاف، ولكن كنشوفوها من الزاويه الانسانيه ديالها، من زاويه كأم كأب كمواطن، بدون بلا هذيك القبعه السياسيه ديالو. ولي شونج كان كيكون جميل جدا لانه كيخليك انك تحيد دوك لي بريجوجي، الاراء المسبقه، ياك الافكار المسبقه ولي جوجمون اللي كيكون عندك على الناس، وكيخليك اصلا ايضا انك تحط راسك في بلاصه هذاك الممثل ولا الممثله السياسيه، لان القضيه ما كتكونش ماشي سهله بزاف، ماشي سهله كما كنتوقعوا. دابا جاني الفضول، بغيت نعرف شكون اللي اثر فيك.
وصراحه بغيتي نقول ماشي مشكل زعما ما عنديش انا شخصيا ما عنديش مشكل. السيده اللي اثرت بيا بزاف وكان عندنا معها واحد اللقاء جميل بزاف هي مباركه بوعيده. يعني بغض النظر على الاختلافات اللي يقدروا يكونوا عندنا ولا عند الناس مع التوجهات السياسيه ديالها الى اخره، ولكن كان واحد اللقاء اللي جميل جدا واللي كتقيس فيه واحد لا ديمونسيون هيومان اللي كتخليك تشوف الاشياء بمنظور اخر. في الذكرى الأولى اللي جبتي مع الأطفال قلتي أنهم ما بين الأدوات اللي حاولتوا تخدموا معهم وتمكنوهم منهم هي مثلا تحاولوا تشرحوا وتفكوا مفهوم الرياضة وتعلموهم كيفاش تكون رائد غدا. هذه المهمة هي اللي كتكملي اليوم غتعاودي لنا في المدرسة اللي نشأتي. قبل ما نهضروا على هذه المغامرة الجديدة ديالك في هذه المؤسسة بغيت نسولك كيفاش نقدروا نعلموا الرياضة، شنو هو تعريفك انت ديال هذا المفهوم؟ واخا انا بالنسبه لي الرياضه هي انك تكون اكتر، يعني تكون فاعل في المسار ديالك الشخصي والمسار المحيط ديالك، وهي مساله وعي بان المسؤوليه ديالك، المسؤوليه في المسار ديالك راه ديالك ماشي ديال شي واحد اخر. والمسؤوليه في المحيط على زعما في المستقبل ديال المحيط ديالك. ملي كنقول المحيط يقدر يكون الاسره الصغيره، يقدر يكون الدرب، تقدر تكون المدينه، يقدر يكون البلاد، تقدر تكون القاره، تقدر تكون لا بلانيت، شوفها كيما بغيتي تشوفها. تقدر تكون اي مؤسسه انت فيها، مدرستك، الخدمه ديالك، الجمعيه ديالك، راها مسؤوليه ديالك. بيان ايفيدامون بيان سور ماشي غير ديالك بوحديتك، ولكن راها ديالك. شوف راسك انت الاول. الوغ دابا ندوزو للسؤال الثاني، كيفاش نقدروا نقريوها بعدا. السؤال اللي ليكزيستونسيال اللي كيحط راسو هو واش الرياضه عند الناس واش هي شي حاجه اللي تزادوا بها او لا شي حاجه اللي كتعلم. انا مؤخرا كان عندنا واحد لا ديسكوسيون في لا ماروك ليدرشيب انستيتوت مع الناس اللي كنخدموا معاهم على كيفاش حنا كنفكروا في هذا زعما في الجواب على هذا السؤال. والجواب اللي لقيناه هو انه الرياضه كنعتبروها حنا بحال شي عضله، ان موسك، كلنا كنتزادوا بلي موسكل ديالنا، ولكن كل واحد كيفاش كينميهم. اوف كورس كيكونوا بيان سور زعما باينه انه كيكونوا واحد المؤهلات اللي كيكونوا تخلقنا بهم، كاينين في الدي ان ديالنا. نفس الشيء بالنسبه للرياضه، يقدروا يكونوا مؤهلات، ولكن اللي كيدير الفرق راه ماشي هو المؤهلات. اللي كيدير الفرق هو شحال خدمتي على تطوير هذاك النظام او هذاك السيستم او هذاك العضله ديالك. الوغ باغي ونفس القضيه، اكثر اللي خدم ما حد حنا كنخدموا عليها وهي كتطور، ولكن النهار كتوقف راها كتفش. وهذا الشيء نقدروا نشوفوه حتى في المحيط ديالنا. بزاف الرواد اللي كنا كنسمعوا عليهم الى اخره، راه واحد الوقيته ملي ما تيبقى يبان والو، ما كيدير والو، راه ما كيبقى والو. وهي واحد الحاجه اللي ما كنقدروا نهضروا عليها حتى كدوز واحد المده ديال الوقت باش نقولوا واحد الانسان راه كان عنده واحد الدور ريادي وكان رائد في هذه المساله. مادام ما يقدر يكون الاجماع حتى كتكون داز واحد المده الوقت، يعني مع عمرها كتكون شي حاجه اللي مشرفه من الاول، دائما شي حاجه اللي غير مكلفه. والتشريف ما كيبان حتى الاخر. داكشي علاش ملي كنبغيو نعطيو بالامثله بالرواد كنعطيو دائما امثله بشي ناس اللي سوا ماتوا سوا راهم كبار في السن بزاف الى اخره. علاش؟ لان خاصنا يكون عندنا واحد النظره اجماليه باش نقولوا واش داك الانسان كان رائد. وهنا ملي كنهضر على الرياضه في المفهوم ديال الرياضه في محيطات اللي كبيره، وفي دي كوز مع شي زعما اللي كتهز واحد المسائل ولا واحد لي كوز اللي كبار بزاف. انا الوغ هذه من ناحيه الثانيه ما يمكنش عاوتاني نخليو الرياضه غير في هذا المفهوم. راه الرياضه هي شيء بسيط نقدروا نكونوا كنعيشوه او كوتيديان يوميا. دونك مهم بزاف اننا نكونوا واعيين بها قبل ما ندربوا عليها. خاصنا نكونوا واعيين بها. دونك الوعي في اننا راحنا كل واحد فينا مسؤول على المسار الشخصي ديالو ومسؤول على المسار ديال المحيط الصغير ديالو.
يعني هذا المفهوم نقدروا فينالمون عنده تداعيات عديدة، كانت في الحياة الشخصية، في الحياة المهنية، وفي التأثير أيضا الاجتماعي بشكل أكبر. واش الواحد فاش كيكون رائد في نظرك يقدر يكون رائد في كل هاد الأجزاء هذه اللي كتكون الحياة ديالو، لأنه تدرب عليها وتكون أنه يكون رائد، ولا ممكن تكون رائد في ميدان وماشي في ميدان واحد آخر؟ والصراحه زعما الاجوبه بجوج ممكنين، زعما كاين الامكانيه ديالهم بجوج. هادشي اون جينيرال هي ملي كطورها راه واحد كيولي مايند سيت، يعني كتخدم به، كيولي ان سيستيم. اونكور اون فوا كنرجع بزاف لهاد النقطه ديال النظام، كيولي واحد النظام ديال دي كود دي كومبورتمون دي فالور اللي كتخدم بهم في كلشي، يعني بسيطه. وهذاك اون جينيرال الناس اللي غتلقاهم كيلعبوا واحد الدور ريادي في المنزل ديالهم غتلقاهم كيلعبوا واحد الدور ريادي ايور. ولكن كاينه واحد المساله اخرى تقدر دير الفرق، هي الفرصه. حيت الرياضه غنعتبروها هي الرائد، غنعتبروه هو الشعله. وباش نحطوا شويه المستمعين في السياق، كاين مثلا سكون ابل لي في غريزو. الوغ لي في غريزو هما ملي كيكونوا واحد المجموعه ديال العمال خدامين في واحد لامين، كيحفروا واحد الوقيته كتكون واحد لا كوش دو غاز، كتكون واحد الطبقه غازيه اللي كتكون الا تشعلات شي حاجه او الا كانت واحد اون بتيت ماش ولا اون بتيت فلام كتشعل. دونك انا كنعطي المثال بزاف زعما على الرياضه في هذه الصوره هذه. خاص جوج المكونات، خاص الرائد وخاص حتى المجال اللي غادي تمارس فيه الرياضه. دونك مثلا زعما الاباء راهم غيكونوا يقدروا يكونوا رواد في المنزل، سواء الاب ولا الام، وتقدر تكون حتى برا المنزل في الخدمه ديالها ولا في الخدمه ديالو، ويقدر يكون حاجه وحاجه لا، وتقدر تكون في لاسوسياسيون ولكن في الدار لا، وتقدر تكون في خدمه وتقدر تكون فيهم كاملين. دونك مساله ديال حتى المحيط خاصو يكون فافورابل. البلاصه اللي انت فيها خاص تكون اولا محتاجاك، وثانيا عندها لي كومبوزونت اللي غتخليك انك تمارس هذيك الرياضه ديالك. قبل قلت لنا هي عضله نقدروا نخدموا عليها، ولكن واش كاينه البلاصه باش كلشي يكون رائد؟ بيان سور كاينه بلاصه باش كلشي. عطا الله عطا الله. احنا محتاجين هذه القضيه بزاف. علاش؟ لان ملي كنقولوا عاوتاني هي عضله وكلشي يقدر يخدم عليها، وراه هي مسؤوليه ديال كل واحد فينا انه زعما هي افونتو واحد افونتو ان لو فات ان الواحد يعرف راسو بانه مسؤول. ملي كتكون مسؤول كتعرف راسك بانه راك مسؤول، ولكن راه ما عندكش بالضروره لي مويان، وما عندكش بالضروره الناس اللي غادي يعاونوك في هذا الشيء. دونك كتمشي من المسؤوليه كدوز ليطاب الثانيه اللي هي انك كتمشي تقلب على الموارد باش تخدم، وعلى الناس اللي خصهم يعاونوك. وهنا فين كيتم التطوير ديال العضله. دونك لو فات انه تكون اوير ولا تكون واعي، هذه ايطاب 1. ايطاب 2 هي تقلب على شنو خاصك دير باش تحقق هذاك الشيء اللي بغيتي انت، واللي عندك مسؤوليه انك تحققه. الوغ هذا الشيء يقدر ينطبق على بزاف ديال المجالات، وكاين المجال لكل شيء باش انه ياخذ ادوار رياديه. علاش؟ باسكو حنا واحد البلاد اللي مازال عندها فيها بزاف ما يدار. عطا الله ما يدار، كسوا في زعما في بزاف المجالات، من غير ما نخرجوا من زعما الشخصي، زعما في لي باركور ديال الناس، وحتى في لي باركور ديال الناس. حيت مالوغوزمون لا كاليتي ديال لو سيستيم ديدوكاسيون ديالنا ما كتسهلش عليك الحاجه. دونك خاصك انت تاخذ الدور الريادي في الحياه ديالك، في الباركور بروفيسيونيل وادوكاتيف ديالك. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ايوغ عطا الله ما يدار في الدومين ديدوكاسيون، في الدومين ديال لا سونتي، في الدومين تاع جوستيس، في الدومين لونفيرونمون. زعما عطا الله اللي بغى يعاون وبغى ياخذ واحد الدور ريادي راه كاين ما يدار. داكشي ربما علاش خلقتو الموروكان ليدرشيب انستيتيوت. ما كرهتش ترجعي لي بينا في الوقت وتقولنا كيفاش جاتكم هذه الفكره وكيفاش خلقتوا هذا المبادره هذه. كيفاش كنقول نتوما لانها مبادره ما خلقتيهاش بوحدك تماما. عاودي لنا شويه مع من وعلاش وكيفاش. جميل. الوغ انا منين سالات الرحله ديال تيزي صراحه حسيت بواحد الالم. انا كانت بالنسبه لي بحال شي كانت لحظه وداع مع واحد لو بروجي، واحد المدرسه اللي كبرت فيها الى اخره. وموراها جا الكوفيد، وموراها عشت واحد الاحداث الشخصيه اللي كانت قاصحه شي شويه، منها طلاق، منها فقدان الاب، منها فقدان العمل. يعني كانت واحد لا بيريود اللي ما كانتش سهله نهائيا، وهادشي كان اون بلان بانديمي. دونك منين وسط من دوك العامين، منين سالاو دوك العامين كان خاص
كانت السؤال اكزيستونسيال هو شنو بغيت ندير وشنو بغيت ندير اللي انا مرتاحه فيه باغا نعطي فيه وعنده ان سونس بور مو، يعني كيعني ليا شي حاجه. والجواب كان باين بزاف. الحاجه اللي كانت غيرت لي حياتي، الحاجه اللي طورتني، الحاجه اللي انا شغوفه بها، والحاجه اللي كان عندي حتى الصدفه انني نطورها حتى في الباركور بروفيسيونيل ديالي، بيورمون بروفيسيونيل اللي كنت خدامه فيه ملي كنت واحد الشركه اللي خدمت فيها. كانت هي واحد البرنامج ديال الرياضه اللي كنت خدمت عليه الناس اللي كانوا خدامين معايا، اللي كنت سيرته انا وكنت خدمت عليه وحتى تدربت فيه. وفي تيزي صافي ديجا كان ديجا شحال من 2015 حتى 2000 صافي ديجا 5 ans وحنا خدامين على هذاك لو سوجي. وحتى في ملي كنت كنطوع في برامج ديال الامباساد ديال ستاتوني ديال القنصليه ديال الولايات المتحده الامريكيه مع الشباب، كنت كندرب بزاف على الرياضه. تيزي عطاتني وسطي واحد الحاجه زوينه اللي هي اخوان ومنتور كما كنقولوا. ما بين هاد الاخوان اللي كنعتبروا انا الاخ الاكبر ديالي هو سي محمد علامي براده. رغم اني رجعت مورا 2020 كنت كتمشي انا وسي محمد بدينا كنهضروا شنو بغيتي دير شنو دابا شنو مورا تيزي الى اخره. وكنت انا الحلم ديالي هو انني ندير واحد لانستيتو، واحد لورغانيزاسيون ماروكين اللي تخدم على دي كونتوني دو فورماسيون اون ليدرشيب، يعني على دي بروغرام دو فورماسيون اون ليدرشيب اللي حنا غنصايبوهم واللي يكونوا قراب من الوسط ديالنا حنا. يعني ما تكونش بالضروره شي حاجه اللي حنا غير مستوردينها، لا تكون شي حاجه اللي حنا خدمنا عليها. وكان الهدف واضح من الاول. الوغ الهدف سيتي علاش مادام هاد لو كونسيبت هذا غير في حياتي انا وفي حياه محمد بزاف، وعاوننا اننا نطوروا لي زورغانيزاسيون اللي خدمنا فيهم، عاوننا اننا حتى نوقفوا من المراحل القاسيه ديال الحياه اللي كيدوز بنا من اي واحد، عاوننا في المجال الشخصي وفي المجال المهني. اذا راه هو الحاجه اللي تقدر دير لا ديفيرونس عند الاشخاص وعند حتى لي زورغانيزاسيون. هذه من واحد الناحيه. من الناحيه الثانيه لا ريفليكسيون اللي كنا درنا هو ان المغرب كبلاد حقق بزاف ديال الانجازات اللي تقنيه، مطارات، دي زوتوغوت، بنايات الى اخره. ما عمر ما كان عندنا المشكل في البنايه في حد ذاتها، وما عمر ما كان عندنا المشكل حتى في لا كاليتي ديال الناس، يعني في لي كومبيتونس ديال الناس، في المهارات ديالهم التقنيه. المشكل كان في كيفاش تقدر تخلي دوك الناس يخدموا مع بعضياتهم. وحاجه وزعما هذا الشيء اللي كنهضروا على نخليو الناس يخدموا مع بعضياتهم لتحقيق واحد الحاجه، واحد النجاح ديال واحد لورغانيزاسيون، ولا تحقيق شي حاجه في ظروف اللي صعيبه بزاف، ولا تحقيق واحد الحاجه بموارد اللي قليله بزاف. راه كنهضروا على الرياضه، كنهضروا على ان دوك الناس ياخذوا دوك المسؤوليه باش يحققوا شي حاجه مهما كان الحال. دونك هنا فاش جات ليدي اننا نخدموا على ماروكو ليدرشيب انستيتوت. دونك خدينا واحد الوقت، خدينا واحد عام تقريبا باش اننا فكرنا بزاف على لا ميسيون ديال ماروكو ليدرشيب انستيتوت، على القيم اللي كيجمعونا في لا ماروكو ليدرشيب انستيتوت. وخدمنا ايضا على لي كونتوني. وكان الحمد لله لو لونسمون ديال لورغانيزاسيون زعما لحد الان اون لو كاليفي دو تري ريوسي، لان لقات اقبال عندك لا على مستوى الافراد، لا على مستوى لي زورغانيزاسيون اللي خدمنا معاهم، لا على مستوى الشركات اللي خدمنا معاهم لحد الان. دونك لقينا بانه بصح داكشي اللي فكرنا فيه حنا راه ما كانش غير عند بالنا حنا، راه بصح كاين واحد لو بوزوان عند لي زورغانيزاسيون وعند لي زانديفيدو ماروكان انهم يطوروا المهارات الرياديه ديالهم. بديتو يعني من الصفر، لان هذا الانستيتوت فكرتو كما قلتي في الهدف ديالها، في المهمه ديالها، في القيم ديالها، ولكن كان خصكم تخلقوها، تلقاو ربما بيروات، تلقاو اليات باش تمولوها في الاول، ولا كان عندكم ديجا كليان. عاودي لنا شويه على كيفاش قدرتوا تخلقوا كونكريتمون هذا المشروع هذا. ما كانش عندنا كليان، كان عندنا راس مال سمعه. كان عندنا راس مال سمعه، وكان عندنا واحد رغبه بجوج قويه باش اننا زعما نخرجوها للوجود.
دونك المساله ديال الامكانيات مادام هي اصلا انا سيتو اللي خدام على دي كونتوني دو فورماسيون، على دي بروغرام دو فورماسيون، يعني ماشي ما كايناش امكانيات من جهه غنشريو مثلا شي اله كبيره الى اخره. كنا غادي نتلاقاو غادي نخدموا على لي كونتوني الى اخره. وحتى بارابور لو ديبلويمون دي فورماسيون ما كانوش غادي نديبلويوها سواء عند لورغانيزاسيون سواء غادي نديبلويوها زعما غنديروا لوكاسيون دي سباس الى اخره، ولا غنستعملوا دي سباس ديال الناس اللي حنا كنعرفوهم. دونك ما كانوش شي امكانيات اللي من غير الامكانيه ديال انك زعما الاستثمار في الوقت ديالنا والاستثمار في ذاك راس مال السمعه اللي غنسميه لو كابيتال ريبوتاسيون اللي كان عندنا، باسكو خدمنا بزاف في لو دومين، وسورتو عطينا بزاف في لو دومين فابور. زعما على ان سي محمد ما عمرنا ولا اي واحد كان كيدير نيت لي فورماسيون انتيزي ما عمرنا ما كنا كنخلصوا. دونك جات القضيه سهله. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كنا عطينا وقت باش اننا نفكروا شنو بغينا نخرجوا زعما كمنتوج. فكرنا مزيان شنو بغينا نخرجوا زعما في المنتوج اللي بغينا نخرجوا. اون لا تيستي، خدمنا مع دي جروب ديال الناس اللي كنعرفوهم، درنا اون تيستي لي كونتوني دو فورماسيون باش نتاكدوا بانها راه بصح كتجاوب على داك على لو بوزوان اللي حنا تخيلنا كاين في السوق. ومن بعد كاينه واحد الحاجه مهمه بزاف او مهمه في ليكزارسيس ديال الرياده، هي لا ميز ان موفمون. يعني بدا غير دير وحسن مع الوقت. ما يمكنش لك تبقى تبلانيفي تفكر وفي الاخر من جيت تطبق تلقى الوقت سالا. وما يمكنش لك تخرج بواحد الحاجه اللي هي بارفيت من الاول. راه خاصك دير تخرج وتيستي وتسي دو تيست اند ليرن. زعما كنتي في لا لوجيك ديال كنتي في واحد المايند سيت ديال الريادي، راه خاصك تعرف بان خاصك تخرج، خاصك ديباني تحط داكشي اللي كاين، ومن بعد منين غدوز مع الوقت مع الاكسبيريونس غتفهم شنو الحوايج اللي خاصك انك تحسن. الوغ ما بين المشاريع الزوينه اللي بدينا بهم في موروكو ليدرشيب انستيتوت واللي مازال باقي دابا هو المشروع ديال موروكو ليدرشيب جورني. الوغ هذا المشروع استهدف الاشخاص. دونك بدات عندنا اون كوهورت من شهر 3 حتى لشهر 6، غتسالي شهر 6 ان شاء الله، ديال الناس اللي هما بوحديتهم، هما من انديفيدوالمون بغاو يستثمروا في التنميه ديال الرياده ديالهم. ودونك بيان ايفيدامون عشان كتهضر على الرياده راه يمكن يد وحده ما كتصفقش. دونك تخدمنا مع ناس اخرين اللي حتى هما تيخدموا على الموضوع على لا تيماتيك ديال ليدرشيب في المغرب. ومع هاد الناس هادو صايبنا واحد البروغرام لهاد الناس اللي مهتمين بالتنميه ديال المهارات الرياديه ديالهم. هو واحد البروغرام المده ديالو تقريبا 3 شهور. لحد الان تجربه والاصداء جميله جدا. سوبر. قبل ما نساليو ديكو اسماء، اليوم شنو هي الطموح ديالك لهاد المؤسسه هذه؟ كيفاش كتخيلي التطور ديالها من هنا بعد السنوات؟ صراحه الطموح ديالي هو انها ما تكونش فقط مؤسسه ديال التدريب، تكون مؤسسه ايضا ديال البحث في نماذج رياديه مغربيه تاريخيه، انها تكون كتخدم على دي كيس ستاديز اللي غادي يقدروا يتقراو في العالم كامل، واللي يقدروا يتقراو في محيط ديال شرق افريقيا في الدول العربيه. ونخدموا فريمون هذا لو كوتي الباحث فيه اللي كيهضر. لان جو بونس مهم بزاف اننا مزيان هادشي اللي كنديروا حنا دابا حاليا، كنديروا شويه ديال البحث، وكنديروا بزاف ديال لا كونتكستواليزاسيون. يعني كناخذوا نماذج اللي ديجا كاينه وكنخدموا بها، كنحاولوا نكونتكستواليزيوها ما امكن باش انها تكون قريبه، فوالا باش انها تكون قريبه للسياق المغربي، وانه يكون هذاك المتلقي راه كتهضر معاه بشي حاجه اللي كيفهمها، ماشي بان موديل غير جايبوا ليه هكذا. دونك اننا ندوزو من هذا ليطاب ديال الوضع في السياق الى البحث، ونخرجوا فريمون بدي موديل ديالنا حنا، ويكونوا عندنا شراكات مع جامعات مغربيه، مع دكاتره باحثين اللي غيخدموا مزيان على هاد لا تيماتيك باش يبينوا الاهميه ديالو، باش يعاونوا حتى في داك لو مايند سيت دو ميسكولاسيون اللي حنا بغينا نديرو. دونك هذا هو الطموح ديالي، وان ان شاء الله من هنا لقدام الموروكو ليدرشيب انستيتوت تكون واحد لا ريفيرونس في لو دومين دو لا ريشيرش سور ليدرشيب او ماروك. يمكن غنتمناو لكم هذا الشيء. دونك اسماء، اخر سؤال اللي كنطرحه دائما في البودكاست هو الا كانت عندك شي كتاب او نصيحه ديال شي حاجه نقدروا نتفرجوا فيها ولا نقراوها اللي اثرت فيك، تشرحي لنا علاش هذا الاختيار وتعاودي لنا عليها شويه.
الوغ صراحه افلام كاين بزاف، كتوبات هما كاين بزاف، مي ما بغيتش نكون كئيبه شويه في الاخر ديال البودكاست، مي جو بونس من ما بين الكتوبه والافلام اللي اثروا فيا كان الكتاب ديال ان فرانك والفيلم ديال لا فيتا ايبيلا، سي ان فيلم ايطاليان لانهم فيهم واحد الرحله ديال لا ريزيليونس ديال الصمود. فيهم جوج الحاجات، فيهم رحله الصمود وفيهم هاد القضيه اللي هضرت عليها بزاف ديال حفظ المنظومه ويكون خير. يعني مهما كان هما جوج الحوايج اللي كننصح زعما الا قدرتوا تشوفوا ولا تقراو الكتاب اللي معروف ديجا اصلا مهم بزاف. كيما كانت الظروف والحياه ما كتجيبش لنا دائما غير شي حوايج زوينين، تقدر تجيب لنا شي حوايج خايبين ما زوينينش بزاف. الصمود كيكون الصمود والمرونه لا ريزيليونس هو انك تفكر بان راه تقدر يو كان باونس باك، تقدر غتبومبي غادي تبومبي، غادي تضرب في الحيط ولكن غادي تفوت. غير تشبت بهذاك السيستم ديالك، تشبت بديك المنظومه ديال القيم اللي انت فيك وبالفات انه ما تغيرش النيه ديالك. عمر ما انه شي حاجه خايبه دوزتيها تخليك انك تغير النيه ديالك او لا تكون امير كما كنقولوا، تولي حاقد. بقاو ديما قادات، ما تكونوش حاقدات ما تحقدوش، باسكو كما الحياه كتجيب شي حاجه زوينه كتجيب شي حاجه خايبه ومن بعد غتجيب شي حاجه زوينه. دونك غير تشبتوا وان شاء الله يكون خير. شكرا بزاف اسماء على صراحتك وانك عطيتينا من وقتك. انا اليوم تعلمت بزاف الحوايج على الرياضه وغنتبع لاكتواليتي ديال Moroccan Leadership Institute عن قرب. شكرا مرة أخرى. كان هذا اللقاء مع أسماء الحاجي اللي عزيمتها وتشبتها بالتزاماتها مصدر إلهام حقيقي. كنتمنى تكون هذه الحلقة عجباتكم وأنكم ما غتردوش تشاركوها مع الناس اللي عزاز عليكم. كيف ما عارفين هذا البودكاست مبادرة مستقلة كتعتمد على السند ديالكم باش تتطور وتلقى انتظام كثر. فما تنساوش يمكن لكم أيضا تكتشفوا أكثر من 30 حلقات القادات ديجا متوفرة على محطات الاستماع، وتخليوا لنا تعليقاتكم على منصة أبل بودكاست باش ناس كثر يكتشفوا هذا البودكاست. نعول عليكم ونعطيكم موعد عن قريب في حلقة جديدة مع قادة جديدة.